بيقولوا انك محتاج 21 يوم عشان تبني عادة جديدة. الحقيقة ان الكلام ده مش دقيق علميا، في ناس بتحتاج 18 يوم وفي ناس بتحتاج سنة. المشكلة مش في عدد الأيام، المشكلة إننا بنحاول نغير حياتنا بقوة الإرادة، وقوة الإرادة عاملة زي بطارية الموبايل بتخلص بسرعة. النهاردة هقولك إزاي تبني عادة جديدة بنظام أو سيستم نمشي عليه سوا. لو أنت حابب مثلا تبدأ رياضة أو تقرأ أو تتعلم مهارة جديدة أو تكتسب لغة أو تبطل سهر، الفيديو ده ليه. وزي ما اتعودنا هنقسم الحلقة بتاعتنا لأربع أجزاء. الجزء الأول حلقة العادة أو ذا هابت لوب. علشان تسيطر على عقلك لازم نفهم هو بيفكر إزاي. أي عادة في الدنيا من أول غسيل الأسنان لحد شرب الكافيين والتدخين بتتكون من 3 محاور رئيسية. الإشارة هي الحاجة اللي بتفكرك أو المحفز اللي بيخلي دماغك يدخل في الوضع التلقائي للعادة. الروتين وهو السلوك أو الفعل اللي بيستجيب للإشارة وهو اللي بيسمى بالعادة نفسها. ممكن الروتين يكون جسدي أو عقلي أو عاطفي. المكافأة وهي الشعور بالمتعة والراحة اللي بتجيلك، بتكون النتيجة الإيجابية اللي بيفوز بيها دماغك بعد ما بتعمل الروتين بتاعك. كمان المكافأة بتساعد دماغك إنك تكرر الحلقة كلها في المستقبل ولا لأ. ممكن تكون المكافأة مادية زي قطعة حلوى مثلا، أو معنوية زي الشعور بالإنجاز. ملحوظة: لو أنت عايز تبني عادة جديدة ابحث عن إشارة واضحة تحفزك، وحاول تغير الروتين أو السلوك مع الحفاظ على وجود مكافأة تحفزك. الجزء الثاني قانون ال2 دقيقة أو أتوميك هابتس. أكبر غلطة هي الحماس الزايد. بتبدأ وعايز تجري ساعة كل يوم فبتتعب وتبطل بعد يومين. القاعدة: أي عادة جديدة لازم تاخد أقل من دقيقتين في بدايتها. تطبيقها: بدل ما تقول هقرأ كتاب كل أسبوع قول هقرأ صفحة واحدة قبل ما أنام. بدل ما تقول هتمرن ساعة قول هلبس الكوتش وانزل أتمشى دقيقتين. العقل اللاواعي لما تبسط له السلوك أو الفعل بيساعدك إنك تبدأ مهمتك. الهدف في البداية مش الإنجاز، الهدف هو الاستمرارية. ثبت العادة الأول وبعدين ابقى كبرها براحتك. ليه بنهتم ببناء عادة صحية سليمة؟ لأنه بيأثر على الإنتاجية. العادات الإيجابية بتوفر طاقة للدماغ للقرارات المهمة. بيأثر على النجاح المؤسسي. لو أنت في منظمة أو مكان عمل العادات بتحكم دايما في أداء الشركات الكبيرة وتحديد ثقافتها. بيأثر على التغيير الاجتماعي. تغيير سلوكيات المجتمع ككل بيبدأ من تغيير عادات بسيطة. في مقولة بتقول Your future is shaped by the habit you repeat not the goals you set. يعني مستقبلك بيتشكل من خلال العادات اللي بتكررها وليس الأهداف اللي بتحطها. الجزء الثالث تكديس العادات هابت ستاكينج. ازاي تدخل عاده جديده في يومك الزحمه؟ اربطها بعاده قديمه انت بتعملها فعلا. القاعده: زي ما بعمل كذا اللي هي العاده الحاليه هعمل كذا اللي هي العاده الجديده. تطبيقها: بعد ما اصب قهوه الصبح هكتب 3 حاجات انا ممتن ليهم. بعد ما اقفل لابتوب الشغل هاكل وجبه بسيطه من النظام الغذائي بتاعي، وهكذا. ليه بتعمل ده؟ لانك كده بتستخدم وصلات عصبيه قويه موجوده في مخك عشان تسند عليها العاده الجديده. في استراتيجيات فعاله انك تبدا عاده جديده تدوم، زي انك تبدا بحاجه صغيره جدا. ما تحاولش تغير حاجة كبيرة في يوم واحد. اجعل العادة الجديدة سهلة التنفيذ. انك تربطها بعادة حالية. اربط العادة الجديدة بسلوك بتقوم بيه كل يوم، زي مثلا قبل ما انام هكتب اجندة باليوم بتاع بكرة. التركيز على عادة واحدة ده بيضمن الاستمرارية والنجاح بشكل افضل من تعدد المهام. تصميم البيئة: هيئ المكان اللي بتقعد فيه زي ما بتيجي تذاكر مثلا بترتب المكان وبتجهز ادواتك. الجزء الرابع اياك وقطع السلسلة. هتيجي ايام هتقع فيها وده عادي، احنا بشر، بس في قانون واحد لازم نحترمه: ما تقعش ورا بعض مرتين. never miss twice. لو يوم مكسل تقرأ اقرأ سطر واحد بس ما تسيبش اليوم يعدي ابيض. الوقوع مرة واحدة ده حادثة وتعدي، الوقوع مرتين هي بداية عادة جديدة وهي الكسل. من العادات الجسدية الأساسية التغذية السليمة. الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف الطبيعية، وحاول تتجنب الأطعمة المقلية والسكر الزيادة. شرب الماء بكثرة ده بيحافظ على ترطيب الجسم طوال اليوم. النشاط البدني: لازم تمارس التمارين الرياضية بانتظام حتى لو هتتمشى أو تلعب كارديو. النوم الكافي: الالتزام بجدول نوم منتظم من 7 ل 8 ساعات يوميا. النظافة الشخصية: الاهتمام بنظافة الجسم والأسنان ده شيء أساسي طبعا. في عادات لتعزيز الصحة النفسية والذهنية وعادات لازم نتجنبها، أكيد هنتكلم عليها في الحلقات الجاية إن شاء الله. وفي النهاية إحنا مش بنقرر مستقبلنا، احنا بنقرر عاداتنا، وعاداتنا هي اللي بتبني مستقبلنا. ابدأ النهاردة بعادة ال2 دقيقة ومستنى اشوف تجاربكم في الكومنتات. اكتب دلوقتي عادة واحدة بس هتبدأ فيها من بكرة لمدة دقيقتين. وطبعا لو الفيديو افادك ما تنساش اللايك والسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك فيديو الاسبوع الجاي. سلام.